بيبدأ فيلمنا بدكتور اسمه يانج وبيكون مع بنته واللي بتكون قربت تموت لأنها بقالها فترة طويلة جدا تعبانة، وبيكون عاوز يحقنها حقنة فيها مادة غريبة كده. لكن في الوقت ده الشرطة بتدخل عليه المعمل وبتقول له ما يعملش كده لأن دي ممكن تأثر عليها بالسلب وتأذيها جدا، لكنه ما بيسمعش الكلام وبيقعد يجهز في الحقنة. فالشرطة بتضطر تضرب عليه نار وبيقع على الأرض. لكن في اللحظة دي بيحصل زلزال كبير جدا وبيدمر كل حاجة في المدينة. وبعد 3 سنين بنشوف واحد اسمه تشوجي واللي بيكون صياد وبيشوف تمساح وبيحاول يضربه بالسهم بتاعه، لكن السهم ما بيأثرش في التمساح ولا يهزه والتمساح بيجري عليه عشان ياكله. لكن فجأة بيظهر واحد اسمه سان واللي بيمسك التمساح وبيخلص عليه بكل سهولة قبل ما يأذي تشوجي. وبعدها بيقرروا انهم هياخدوا لحمة التمساح دي وياخدوها ويروحوا السوق عشان يبيعوها. وبما ان كل حاجة متدمرة والناس ما عادتش بتتعامل بالفلوس، فهم بيبيعوا اللحمة دي مقابل حاجات تانية زي اللبس والاكل والمية والحاجات دي. وبيدخل عليهم واحدة اسمها سونا وبيكون معاها جدتها، واول ما تشوجي بيشوفها بيتبسط جدا وبيتكلم معاها. وفي اللحظة دي بتدخل عصابة على المكان وبيكونوا عاوزين يخطفوا الشباب والبنات بالقوة، وزعيم العصابة بيكون عاوز يخطف سونا. فتشوجي بيهجم عليه عشان يدافع عن سونا، بس افراد العصابة بيتلموا عليه وبيعجنوا ضرب. فسان طبعا البطل اللي موجود في المكان بيروح يمسكهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيعجن في ده وبيضرب ده، وبيكون واضح جدا ان هو قوي جدا عليهم. وبيمسك رئيس العصابة وبيهدده ان هو ما عادش يجي هنا مرة تانية. وبيلاحظ ان الزعيم معاه ازازة مية نظيفة جدا فبياخدها منه وبعدها بيمشيه. وبعدها سان وتشوجي بيروحوا عشان يطمنوا على سونا وجدتها، بس بيلاقوا هناك ناس غريبة. والزعيمة بتاعت الناس دي بتقول لسونا انهم عاوزين الشباب اللي عمرهم تحت 20 سنة يعيشوا معاهم في المنطقة بتاعتهم واللي اسمها المباني، عشان هم شايفين ان الشباب بقى هم المستقبل وهم اللي هيبنوا الحاجات المتدمرة وكل الحاجات دي. وبتقعد بقى توعدهم بحياة تانية خالص غير عيشة البهايم اللي هم عايشين فيها دي. وسونا بتسأل الست دي لو كان ينفع تاخد سان وتشوجي معاهم، فالست بترفض وتقول لها مش زريبة، يعني الناس دي مش من بقية عيلتك عشان تاخدوهم معاكي. فسان بيقول لها مفيش مشكلة وعادي يعني، وبيودعهم وبيسيبهم يمشوا. وبالليل سونا بتروح مع الست دي وبيكون هناك شباب كتير جدا تحت سن ال20 مع عائلاتهم. واثناء ما هم ماشيين جدة سونا بتتعب وبتقع على الارض، فالناس اللي مسؤولين عنهم بياخدوها هي وراجل كده وبيمشوا وبيقولوا لهم انهم هيودوهم على مكان كده عشان يستريحهم وبعدها هيرجعوهم تاني. وبعد حاجة بسيطة جدا بيلاقوا العربيات اللي هم مفروض يركبوا فيها. فسونا بتستغرب جدا وبتقول للست المسؤولة ان جدتها كانت ممكن تمشي المسافة دي عادي جدا لانها مسافة صغيرة وكانت توصل معانا عادي. فالست بقى بتقعد تهلفت في الكلام وبتقول لها كلام كده ما بنفهمش منه اي حاجة وما بتوصلش لاي اجابة. وسان وتشوجي بيقعدوا يتكلموا عن سونا وجدتها، وتشوجي بيكون رغاي، فسان بيقول له يا عم اسكت وبيقوم عشان يروحوا يصطادوا. واول ما بيخرجوا من الخيمه بتاعتهم بيشوفوا 2 من الناس اللي خدوا سونا وجدتها بيخلصوا على جدة سونا والراجل الكبير، فبيروحوا وبيهرسوهم ضرب. وبنلاحظ ان الضرب ما بيأثرش فيهم وبيضربوهم بالاسلحه وكل حاجه معاهم، بس مفيش حاجه بتأثر فيهم لحد ما بتيجي واحده وبتقوم فاصله رقبه واحد عن جسمه فبيموت. وسان بيروح مخلص على التاني هو كمان، والبنت دي بيكون اسمها لي. وبعدها بيروحوا يدفنوا جدة سونا لان الحراس كانوا موتوها اصلا قبل ما يوصلوا. وبيرجعوا للجنديه اللي اسمها لي تاني وبيسألوها هي بتعمل ايه هنا وازاي اصلا هي قدرت توصل للمكان اللي هم فيه وليه ساعدتهم وكل الكلام ده. فبتقول لهم انها كانت من الشرطة، وان بعد ما حصل الزلزال حاولت هي وزمايلها من الشرطة انهم يلاقوا مكان مناسب يقعدوا فيه لحد ما لقوا مكان كويس جدا اسمه المباني وظبطوه وقعدوا فيه. وفي يوم من الايام دخل عليهم واحد اسمه الدكتور يونج وقعد يتكلم مع رئيس الشرطة، وقعد بقى يقول له على الاختبارات والتجارب بتاعته وانها لو نجحت هيقدروا يعملوا مادة بتخلي الناس تفضل عايشة على طول، وكمان بتصحي الناس اللي دخلوا في غيبوبة طويلة بسبب الزلزال والحاجات دي. فرئيس الشرطة طبعا بيتجنن من الكلام ده وبيوافق على طول. فلما الشرطية ليه عرفت رفضت الموضوع، ورئيس الشرطة وزمايله حاولوا يتخلصوا منها لكنها قدرت تهرب منه. وبعدها بتخلص كلام بتقول لسان انها عاوزة تروح المباني تاني عشان تنقذ الشباب اللي بيتعمل عليهم التجارب وتنقذ زمايلها اللي ما كانوش موافقين هم كمان على موضوع التجارب ده. فسان بيقرر ان هو يساعدها لانه عاوز ينقذ سونا. وبعدها بنروح لسونا والناس اللي معاها وبيكونوا وصلوا المباني، والدكتور يونج بيخرج لهم ويتكلم معاهم وبيقول لهم ان الحياة هنا هتكون احسن بكتير جدا من الحياة اللي هم كانوا عايشينها قبل كده، وبيوزع عليهم ميه نظيفة عشان يشربوا منها.
وفي الوقت ده سام بيروح لزعيم عصابة كان معاه في السجن قبل الزلزال واللي اسمه تايجر، وبنلاحظ ان الراجل اللي سان ضربه في اول الفيلم موجود معاه، وتايجر بيروح قايل لرجالته يخلصوا على سان وتشوجي فبيبدأوا يضربوا فيهم، وسام بيبدأ يضرب فيهم بكل سهولة، وتشوجي بيروح وبيفتح الباب للشباب اللي العصابة كانت خاطفاهم. وبعد كده رجالة العصابة بتحس ان هم فقدوا الامل ان هم يضربوا سان فبيهربوا وبيسيبوا المكان وبيمشوا، وسان بيمسك تايجر والمساعد بتاعه وبيسألهم هم بيجيبوا المية النظيفة دي منين، فتايجر بيقول له ان هو بياخد المية دي مقابل ان هو يبيع الشباب اللي هو بيخطفهم دول كعبيد. وبعد كده بنشوف سونا واللي بتبقى قلقانة على جدتها وبتسأل الست اللي كانت جايباها هنا، فبتقول لها ان جدتها هتيجي بالليل. وبعد كده الدكتور يانج بيجي وبيكرم واحد من الشباب وبيديله هو وعيلته أوضة نظيفة، وباقي العائلات بتقعد في البدروم بتاع المبنى وبيشتغلوا على تنقية المية. وبعدها سونا بتروح الفصل اللي موجود في المكان وبتقدم نفسها لزمايلها، لكنها بتلاحظ ان كل الطلاب بيكون فيهم جرح ناحية ودانهم وانهم شبه الزومبي ومفيش حد فيهم بيتحرك. وفي الوقت ده الدكتور بيخش وبيقعد يقول لهم ان انتوا المستقبل والماضي والحاضر وكل الكلام العبيط ده، وبعدها بيخلص كلامه وبيدي لكل واحد من الطلاب ازازة مية وبيقول لهم يشربوها. وفجأة سونا بتقوم وبتسأل عن جدتها فبيقول لها انها تعبت في الطريق ومحتاجة ترتاح لأيام، وسونا طبعا ما بتكونش مرتاحة للكلام وما بترضاش تشرب المية اللي هو جايبها لها. وبعدها بنشوف الدكتور يونج وبيكون بيحقن رئيس الشرطة بالمادة بتاعته واللي بتخليهم أقوياء جدا ومحدش يعرف يغلبهم بسهولة. وبعدها بيخلص بيقول له ان هو لازم ينجز شوية في حوار التجارب بتاعته ده لان احنا قربنا نخلص على كل الشباب الموجودين في المدينة. وفي الوقت ده سونا بتتسلل من اوضتها وبتخرج عشان تشوف ايه اسباب الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المكان، وبتروح على مكتب الدكتور يونج وبتقلب في الابحاث بتاعته وبتعرف عن التجارب الغريبة اللي هو بيعملها. وبتفتح باب المختبر اللي في المكتب وبتلاقي واحدة زميلتها نايمة على سرير، ومن الواضح ان دكتور يانج بيكون بيجرب فيها هي كمان، وبتروح قاعدة مستخبية ورا المكتب عشان تشوف لما الدكتور يانج يجي ايه اللي هيحصل. وفي نفس الوقت ده بيحصل مشاكل من اهالي الشباب لانهم عاوزين يشوفوا عيالهم، والدكتور يونج بينزل لهم وبيحاول يهديهم وبيقول لهم ان ما ينفعش العائلات تعيش مع اولادها، بس الناس ما بيعجبهاش الكلام وبيفضلوا يزعقهم. فالدكتور يونج بيعمل حركة لئيمة كده عشان يهديهم وبيروح واخد عيلة واحدة بس عشان تشوف بنتهم، ولما بيوصلوا بيتصدموا من شكل المختبر وبيتصدموا اكتر لما الدكتور يونج بيوري لهم جسم بنته وبيقول لهم ان هو شغال على تجربة ولما تنجح هيقدر يرجع بنته للحياة مرة تانية، وبيكون قلبها بينبض. فطبعا بيترعبوا على بنتهم اللي نايمة دي لان الراجل ده مجنون وممكن يعمل فيها اي حاجة. وساعتها الدكتور يونج بيحس بالخطر وان الناس دي هتعمله مشاكل فبيروح مخلص عليهم هما الاتنين. وبما ان سونا في المكتب فبتترعب والدكتور بيشوفها وبيفضل يضحك لها بالوش اللي انت شايفه ده، وبيروح مربطها على السرير مكان زميلتها لانها ماتت، وبيفتح فتحة تحت ودانها عشان يحقنها بالمادة بتاعة التجربة. وفي الوقت ده بنشوف سان وتايجر وهم عند البوابة بتاعة المباني بعد ما سان اتفق مع تايجر ان هو مش هيقتله لو قدر يدخله لسونا. وتايجر بيتكلم مع امن البوابة وبيقول له ان هو جاي هنا عشان يبيع شوية عبيد ويبدلهم بشوية مية نقية، بس الحارس بيحس ان في حاجة غريبة وما بيصدقوش، فسان بيروح مستغل الفرصة وبيسوق العربية بسرعة جدا وبيعدي البوابة لحد ما بيوصل قدام المبنى الرئيسي، وبينزلوا من العربية والضرب بقى بيشتغل، ولي وتشوجي بيبقوا موجودين لانهم كانوا مستخبيين في ظهر العربية. وبيخشوا المبنى وبينزلوا تحت وحظهم بيبقى وحش جدا لانهم راحوا على المكان اللي فيه التجارب الفاشلة بتاعة الدكتور، والناس بتكون متحولة لزومبي وافاعي وحاجات من دي، لكنهم بيقدروا يخلصوا عليهم بعد تعب شديد جدا وبيخرجوا من المكان. وبعدها تشوجي بيشوف الست اللي كانت خالة سونا وجدتها وبيهددها عشان توديه لمكان سونا. وفي الوقت ده سان بيقابل رئيس الشرطة وبيفضلوا يعجنوا في بعض، بس في الاخر سان بيقدر يخلص عليه وبيفصل دماغه عن جسمه. وبنروح للدكتور يونج وسونا بتقول له انها ما كانتش بتشرب من الميه اللي كان بيديها للطلاب عشان هي كانت شاكه ان هو ممكن يكون بيحط حاجه في الميه، بس في الوقت ده الدكتور بيكون اتجن خلاص وبيحقن نفسه بالماده اللي هو كان عاملها، وطبعا بيقعد يتألم ويتطوح ويمسك رقبته من الألم. وفي الوقت ده تشوجي بيوصل لهم هو والست اللي معاه وبيثبت الدكتور وبيبعدوا عن سونا، بس الدكتور بيروح مطلع قنبله وبيحدفها عليهم وبيهرب، وتشوجي بيقدر ينقذ سونا من الانفجار في اخر لحظه. وبعدها الدكتور يونج بيخرج وبيبقى معاه شنطه كبيره جدا وبيكون حاطط فيها جسم بنته، وبيحاول يجمع الناس عشان يتكلم معاهم، بس الناس بيتلموا عليه وبيعجنوا ضرب من كل حته. بس فجاه بيروح مطلع سلاح وبيفضل يضرب نار على كل الناس اللي ضربوه، وبيروح مبطل ضرب بسرعه لما بيلاقي ان في طلقه جت في الشنطه اللي فيها جسم بنته، وبيجري وبيفتح الشنطه بسرعه بس بيلاقي ان قلب بنته وقف وما عادش بينبض خالص، وبيقعد يعيط وبيحس ان كل حاجه ضاعت وكل التجارب اللي هو عملها راحت على الفاضي، وبيبقى عاوز بقى ينتقم. فاول ما بيلمح سونا بيبقى عاوز يضرب عليها نار،
بس سام بيظهر وبيروح ضارب عليه بسرعة وبيخلص عليه، وبنعرف ان هو عمل كل ده عشان سونا لانها بتفكره ببنته اللي ماتت في الزلزال. وبعدها بيخرجوا من المكان، وبعد فترة بيرجعوا لحياتهم الطبيعية وبيقعدوا يصطادوا وبيبيعوا في السوق، وبكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية. سلام.